هذه ليست لعبة، بل هي خطوة أولى من خلالها تتعلم الطفلة لارا مهارات النحت بالصلصال حتى في هذه السن المبكرة. أنا هنا بتعلم الصلصال. لارا ليست وحدها، وإنما يشاركها مجموعة أخرى من الأطفال الذين قدموا إلى ورشة محمود رضوان، ذلك الشاب الذي أنشأ مدرسة صغيرة مهمتها تعليم الأطفال فنون النحت بالصلصال واكتشاف المواهب الكامنة فيهم مبكرة. احنا بقالنا اكتر من 6 سنين بنعلم في الحضانات والمدارس اللي موجوده في مصر. بنحاول احنا نطور بالنسبه للاطفال ومهاراتهم اليدويه والدماغيه. فكان لازم تفكير ان احنا يبقى في مكان موجود عشان نقدر ان احنا نطور المهارات دي بشكل اوسع، وان احنا نقدر نستفيد من المهارات اللي موجوده للاطفال بان احنا نعمل بيهم حاجات متطوره اكتر من الحاجات اللي كانت بتتعمل في الحضانات والمدارس. الأمر ليس مجرد الإعلان عن مكان يستقبل الأطفال ويمنحهم مهارات التعامل، وإنما كان الأمر بحاجة إلى وضع منهج مترابط بين التنمية البشرية للطفل وتعليم فنون الصلصال كما يؤكد محمود. المنهج ده بقالي فترة طويلة حاول أبنيه بحيث إن يبقى فيه توافق ما بين التنمية البشرية وما بين المنهج بالنسبة للبلاستوسين اللي هو الصلصال. الفكرة كلها إن أنا بدأت إن أنا أربط المشاكل اللي موجودة بالنسبة للأطفال أو الحياة عامة، إن أنا أحلها عن طريق أشكال هندسية مبسطة اللي هي الكرة والسلندر، سلينجي بول يعني كرة وسلندر، بحيث ان احنا نقدر ان نخلي الاطفال يحلوا المشاكل بتاعتهم بالنسبه لمستوى الاشكال بلس الصلصال، ان هم يحلوها بحلين بس بدل ما موجود قدامهم اكتر من حل اللي هو المربع المستطيل المثلث كذا شكل هندسي، فيبقى تتوه المشكله بالنسبه ان هو يقدر يحلها. اما بالنسبه للمستوى البعيد اللي احنا بنبص له، ان الطفل لو اتعود من النهارده ان هو يحل مشاكله بحلين بس اللي هم الكره والسلندر، فده يبدا يتوافق معاه في المستقبل ان هو لما يواجه اي مشكله يحلها بحلول بسيطه ما يوسعش منه الحلول بتاعتها. ورغم أن محمود نفسه شارك في العديد من مسلسلات الصلصال كدراما قصص الأنبياء والسيرة النبوية اللذين حققا نجاحا ملحوظا، إلا أنه يؤكد أن هذه التجارب الدرامية لا تزال بحاجة إلى الكثير.